نستعد بقى يا حبايبي ونحل أسئلة اختبر نفسك، ده اختبار ليكم بقى، يا رب نكونوا كده معانا بقى دلوقتي حل أسئلة اختبر نفسك على نفس الدرس أنماط سكان بلدنا، وانتوا اللي هتجاوبوا طبعا الأسئلة، يا رب تكونوا مستعدين. يلا السؤال الأول: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة مما يلي. تجري مصر تعدادا سكانيا لكل نقط سنوات. ممتازين، برافو عليكم، كل 10 سنوات. الجهاز المسؤول عن حصر عدد السكان في مصر هو الجهاز المركزي لنقط. اديكم فرصة كده تفكروا: القومي لتنظيم الاتصالات، ولا التعبئة العامة والإحصاء، ولا نظم المعلومات، ولا التنظيم والإدارة؟ برافو عليكم، التعبئة العامة والإحصاء. الهجرة من الريف إلى الحضر في مصر نتج عنها ظهور نقط. عشوائيات، ولا مدن، ولا قرى، ولا مراكز؟ ممتازين، العشوائيات. التعداد السكاني له أهمية في تحديد نقط. الخدمات والتقاليد، ولا التقاليد، ولا العادات، ولا الخصائص؟ برافو، الخدمات. محافظة يقل فيها عدد السكان عن مليون نسمة، يقل عن مليون نسمة. اسكندرية، ولا الغربية، ولا السويس، ولا الفيوم؟ طبعا السويس. ممتازين. السؤال اللي بعد كده: أكمل العبارات التالية. تؤثر مظاهر السطح على توزيع مين؟ ممتازين، توزيع السكان. يعاني سكان الريف المصري من نقط مستوى المعيشة. ارتفاع ولا انخفاض سكان الريف؟ طبعا برافو عليكم، انخفاض مستوى المعيشة. تبذل الدولة جهودا لاستقرار البدو عن طريق بناء نقط. بتبني لهم ايه الدولة؟ أهل البدو. ممتازين، بتبني لهم المساكن. يعد هدف من المشروع القومي لتنمية الأسرة ضبط ايه؟ طبعا ضبط متوسط عدد أفراد الأسرة. الساعة السكانية تظهر تقديرات طبعا لعدد السكان. السؤال الثالث بيقول: اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ. يمثل سكان الحضر أكثر من نصف سكان مصر. لسه حالين السؤال ده من شوية، قلنا سكان الحضر أقل طبعا من نصف السكان، يبقى الإجابة هنا برافو عليكم، إجابة خاطئة. تزداد نسبة سكان الريف عن الحضر. سكان الريف أكتر من سكان الحضر. برافو عليكم، إجابة صحيحة أو صواب. تظهر الساعة السكانية أو تظهر نتائج التعداد السكاني الذي يتم إجراؤه كل 10 سنوات. الساعة السكانية دي بتديني نتائج الإجراء اللي بيحصل كل 10 سنوات. برافو عليكم، إجابة صحيحة. قارن بين سكان الحضر وسكان الريف من حيث أماكن سكنهم والحرفة السائدة. أماكن سكنهم والحرفة السائدة. بالنسبة لسكان الحضر، أماكن سكنهم بيعيشوا في إيه؟ طبعا في المدن. أما سكان الريف فبيعيشوا في القرى. الحرفة السائدة أو سكان الحضر بيعملوا بإيه؟ طبعا بالصناعة والتجارة وكمان السياحة وهكذا. أما سكان الريف فالحرفة السائدة هي الزراعة وتربية الحيوانات. وبكده يا حبايبي نكون حلينا كل الأسئلة الموجودة على الدرس الأول أنماط سكان بلدنا، وأتمنى تكون فهمتوا الدرس وعرفتوا الأسئلة، فهمتوها وحفظتوها، علشان ننتقل إن شاء الله في الفيديو الجاي للدرس التاني. وانتظروني، وما تنسوش إن انتوا تشاركوا الفيديوهات دي لزمايلكم علشان يستفيدوا زي ما استفدتوا، وتعملوا لي اشتراك في القناة يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.